ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شايفين عين البوتاجاز اللي معايا دي؟ شايفين متدهوله قد ايه؟ شايفين فيها حروق ودهون بسيطه كده. طبعا احنا بقى بنعمل ميه بليمون، ملح بليمون وكربونات، وده كله عشان ينضف. لا، جايه لكم المره دي في فيديو معجزه بصراحه. شايفين الليفه الكربونيه دي؟ ما شاء الله، ما خدتش معايا وقت خالص، وكانت روحت لي كل الحروق والدهون اللي في قلب عين البوتاجاز. شايفين؟ من غير بقى ما تستخدمي بريل ولا سلك ولا ده ولا دي وانت واقفه، دي صنفره. بسم الله ما شاء الله، بجد رجعتها لي جديده في ثانيه. ولا احتاجتي بقى خلطات وانت تحطيها في خلطات وتستني عليها شويه، وتت- وتتعبك برضو وانت يعني بتغسليها. لا، شايفين دي؟ بس اهم حاجه الليفه تكون ناشفه، وايدك ناشفه، ما يكونش في حاجه مبلوله خالص، لان دي عامله زي الصنفره. الليفه الكربونيه دي عامله زي الصنفره، وب7 جنيه ونص. بصراحة خليت لي الحاجات كلها ما شاء الله. روحت اي حروق، اي دهون. لا، هي لو دهون سميكة لا، بس حروق، الحروق اكتر. شايفين؟ ما خدتش معايا وقت نهائي. وطبعا مش هتضيع وقتك، مش هتقفي لسه تحطي خلطات وتستني. دي لا, لا، انت شايفه عين البوتاجاز بتاعتك يعني متبهدله وكده، في السريع هتعمليها. مش يعني هتنجز معاكي وقت جامد، مش تاخد منك وقت، وتنفع كمان للحلل. وهعمل لكم باذن الله فيديو كمان لها للحلل، هجرب في الحلل وهقول لكم. بس اهم حاجه الليفه بتاعتك ما يجيش عليها ميه نهائي. شوفوا انتوا بقى، كان في حروق في الاول ازاي، ودلوقتي راحت الحروق. شايفين؟ روحتها خالص ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتسيبوا لي تعليق حلو.